السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الحاجات اللي انا اخد بالي منها وانا شغال في كهرباء المطبخ او حتى في السباكة؟ سريعا كده، اول حاجة لازم افرش المطبخ بتاعي مظبوط. هنا في الحالة بتاعتنا الباب في نص المطبخ، فانا عندي وحدات على اليمين وعندي وحدات على الشمال. طبعا بالنسبة لي ده وضع مثالي جدا، بالذات ان المسافة بين الوحدتين مسافة كويسة. ست البيت وهي واقفة او ايا كان اللي هيقف في المطبخ هيكون واقف وهو مرتاح. هنا في الحالة دي عندنا احنا في شقة في الشيخ زايد كومباوند تيامو. عندنا هنا الفرش بتاع المكان، ثلاجه، ديب فريزر، عندنا هنا الغسالتين، عندنا هنا الحوض، وعندنا هنا في النص البوتاجاز، وده المخرج بتاع الشفاط بتاع البوتاجاز. هتاخدوا بالكم من حاجه، من المطبخ معمول دهانات، مفيش فيه اي سيراميك خالص ولا اي تجاليد، لان احنا هنا هيكون الرخامه لما تتحط ان شاء الله هتتحط حرف ال خلاص، وبقيه المطبخ هيكون دهانات عادي جدا. مش مستاهل ان انا اعمل سيراميك، دي برده من الحاجات المهمه، مش مستاهل ان انا اعمل سيراميك في حاجه هتتغلط خلاص، بالذات ان المطبخ هنا كمان لحد السقف. ايه اللي انا اخد بالي منه بقى سريعا كده؟ رقم واحد، ابقى عارف مكان الاجهزه بتاعتي. هنا عندي الثلاجه بتاعتي، يبقى البريد هتبقى وراها، والقاطع فين؟ هنا اهو. نفس الكلام الديب فريزر هنا، والقاطع برضه هنا. خلاص كل حاجه ليها قواطع، الموضوع مترتب. هنا الغسالتين، غساله الاطباق والغساله الملابس ليهم قواطع فيهم على طول، كل واحده ليها قاطع. خلاص كده. نفس الكلام هنا الفلتر برضه ليه القواطع بتاعته، تمام كده. نفس الكلام برضه بالنسبه للبوتاجاز والفرن، الفرن هنا تحت البوتاجاز، فبرضه بريزه الفرن اهي والقاطع بتاعه موجود هنا. فكل حاجه لازم اخد بالي منها ان هي يكون ليها قواطع، ما ينفعش احط باريزه في ظهر الجهاز وما يبقاش ليه قاطع. فده رقم واحد. رقم اثنين، ما ينفعش ننسى البيبه بتاعت الشفاط دي. بلاقي ناس كتير جدا ما بتعملهاش، بخش او بدخل يعني ساعات اشطب شغل عشان اللي مأسسه، وده بيحصل كتير جدا. بنلاقي الكلام ده مش معمول، وبنضطر نكسر ونشوف المسارات ماشيه ازاي، وهل الخرطوم اصلا فيه سبرات ولا لا. فكل الكلام ده مهم جدا، لازم اخد بالي منه وانا شغال. هنلاقي هنا في شفاطين متأسسين خلاص، ده الشفاط بتاع المطبخ الرئيسي. تعالى كده نوريه لهم عامل ازاي. ده طبعا شفاط تركي، حاجه محترمه جدا جدا. وبالمناسبه القطاع ده قطاع تكنل سحب شريف علي حسن. خلاص طيب، خلينا نكمل عشان ما نتلخبطش. باسس الشفاطات بتاعتي وانا شغال خلاص كده. بنأسس الشفاط الرئيسي بتاع المطبخ، وده الشفاط بتاع الوود اللي هيكون موجود هنا فوق البوتاجاز. طيب ما انساش ده طبعا اماكن الميكروويف. هنا هيكون في دولاب خلاص لمكان الميكروويف والفرن، لو احتاجنا ان هم يزودوا فرن تاني او اضافه ثانيه او ايا كان. هنا بنحط معانا حساب الميكروويف بتاعنا، هيبقى هنا ان شاء الله في المكان ده، يبقى لازم اخد بالي. طيب حاجه ثانيه هي طبعا مشهوره جدا وبتتعمل، مهندسين كتير بيعملوها، لكنها فعلا مهمه. هي مش ترند ولا حاجه، لا هي مهمه. العلبه اللي بيكون جواها الصرف والتغذيه بتاعه الغسالات. طيب دي مهمه في ايه؟ ان هي بتخلي الجهاز بتاعي بدل ما بيبقى بارز عن بقيه الوحدات، لا بيبقى الجهاز بتاعي جوه، والليات بتاعتي بتبقى في قلب العلبه. طبعا دي حاجات هي قديمه وطالعه بقى لها اكتر من سنتين، وفي ناس بتعملها اقدم من كده كمان، لكنها مهمه. ويا ريت ناخد بالنا من التفاصيل الصغيره دي. هنشوف معانا كمان المخارج دي مخارج الاناره. هبقى اخلي حد يحط لكم فيديو او صوره. مخارج الاناره بتاعه المطبخ بعد ما بيتشطب بيبقى فيه ليد كده، بروفايل ليد في الوحده العلويه، فدي المخارج بتاعته اهي. طبعا بيكون ليه قواطع برده موجوده هنا. خلاص يبقى احنا ناخد بالنا من كل التفاصيل اللي معانا. افرش مطبخي مظبوط، اسس كهربتي مظبوط، اسس سباكتي كمان مظبوط. وما انساش حاجه مهمه قوي الا وهي الارتفاعات. لازم ابقى عارف ان ده على 120 بين الوحدتين، الوحده العلويه والوحده السفليه. لازم ابقى عارف فين اماكن الثلاجات بتاعتي، لازم ابقى عارف فين اماكن الغسالات. كل الكلام ده لازم يتوزع ويتفرش ويتسحب كهربته مظبوط. هنا لو جينا بصينا هنلاقي ده طبعا سويدي اصلي، بنجيبه من الموزع بتاع سويدي، احنا بنجيبه من جبريل 4 مللي. كل الاسلاك اللي هنا 4 مللي خلاص. كل برايز المطبخ بنعمل حسابها على 4 مللي. طيب طبعا دي لوحه الكهرباء هنا اهي. طبعا هنا هيكون في بورتريه ان شاء الله، عشان زي ما هنشوف في الديزاين برضو هيبان معاكم في الفيديو. شكرا جزيلا.